هتشطب شقتك وتوفر فلوس وكمان مش هتتنازل عن الكواليتي. طب خليني اقول لك ازاي. اول حاجه هتستخدم الاسقف المعلقه بدل الجبس لانه بيقلل من التكاليف وفي نفس الوقت هيكون شكله احسن. بالنسبه لبند السباكه بنختار مواسير جودتها عاليه وموثوقه، وده عشان الاستثمار فيها هيديك عمر اطول وبيقلل تكاليف الصيانه. لازم رسم 2 دي للشقه قبل التشطيب لانه هيوفر عليك كتير مصاريف، ومنها هنحدد اماكن لوحه المفاتيح والبرايز طبقا للفرنتشر بلان، وكمان اماكن وصلات التكييفات والدش والتليفون، وده هيساعدنا اننا ما نحتاجش نكسر بعد كده تاني. في المرحله دي هنأجل شراء الابواب وهنسيب من 10 ل 15 سم من الوزر. بنقدر نركب الباب المصفح في المرحله دي. مهم جدا نعمل طبقه العزل ونعمل لها اختبار في ارضيه الحمامات. هنعمل طبقه لياس عشان نحافظ على العزل، وبكده احنا جاهزين نركب سيراميك بورسلين او رخام. لازم نتاكد من ميول الارضيات عشان نسهل تصريف الميه للبلاعات، ومهم جدا نركب وزره 10 سم بكامل مساحه الشقه. هنعمل البعد والاوتار، وبعد كده هنخش في مرحله الطرطشه اللي هتساعدنا على تثبيت المحاره. وعايز اقول لك لازم تهتم بجوده المحاره وتاميم الابواب، ونهتم جدا بوجود سلك شبك على اماكن خراطيم الكهرباء والمرمات. واخر حاجه هتستعين بمهندس ديكور لان خبرته هتساعدك في تحديد اختيار الخامات واماكن شرائها بسعر مناسب. ابعت لنا دلوقتي وهنبعت لك كوتيشن على حسب مساحه شقتك.